أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست Overthink. في الأول حابب أعرفكم بنفسي. أنا مهند زايد وبس كده، مش حابب يبقى في معلومات أكتر من كده على الأقل دلوقتي. تاني حاجة هي إيه هو البودكاست ده؟ فأنا هسأل شوية أسئلة في آخر الأسئلة دي، وبعد ما تسمع الإجابات هتعرف هو إيه ده أو إيه اللي تستناه من البودكاست ده، فتعرف هل أنت وإنتي ممكن تسمعوه أو لأ. أول سؤال هو ليه البودكاست؟ أولا دي حاجة من اللي أنا بحب أعملها الفترة الأخيرة، والحاجة إن أنا بدأت أعود نفسي عليها الفترة الأخيرة، وهي إني بدأت أسمع بودكاست كتير ومختلفة. وده لأسباب كتيرة عندي، يعني إن أنا أولا بحب أسمع قصص ناس. بحب أسمع الناس وهي بتتكلم عن اللي حصل لها، أو بتحكي خبراتها في الحياة بشكل عام، أو بتحكي أي تجربة. تاني حاجة هي إني بحب أفكر كتير وأتكلم مع الناس اللي حواليا في أي حاجة بتحصل حوالينا عامة، يعني اللي هو آه، أي حاجة بشكل عام. بس فأنا الفترة الأخيرة بدأت أفكر إن أنا أوثق الكلام ده، أو الأفكار اللي بتجيلي، أو الكلام اللي بتكلمه مع الناس في توبكس معينة. وحاولت بقى بكذا طريقة، اللي هو بدأت أكتب في نوتس عندي، بدأت أكتب على الموبايل، كتبت على جوجل دوكس. بس يعني في حاجات طبعا بتنفع، او ان انت بتعمل اللي انت عايزه في الفترة دي او في الوقت ده بالذات، ان انت تكتب اللي انت عايزه. بس لقيت ان انا لما بحب ارجع لحاجة مش بعرف ارجع لها، لان هي خلاص هي بتتكتب وخلاص شكرا كده. ف... فما كنتش بعرف اتابع معاه في حاجة بصراحة. فدي كانت سبب من الاسباب اللي انا قررت ان انا ابدأ البودكاست ده، ان انا الاقي حاجة ارجع لها بعد كده. فلما حبيت فكرة البودكاست لقيت إن دي حاجة فعلا ممكن أعملها علشان آه، أعمل حاجة أنا عايزها فعلا، إن أنا أدوكيومنت الأفكار دي. فقلت ليه لأ، يعني ليه ما نعملش بودكاست، وبدل ما هي تبقى حاجة بيرسونال تبقى حاجة public، وممكن أي حد يسمع أي كلمة فيستفيد منها بأي شكل من الأشكال. تاني سؤال معانا هو ايه هي فكرة البودكاست ده، بعيدا عن سبب البودكاست اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. ايه هي فكرته؟ فكرة البودكاست بالظبط هي اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي هو فيه شوية أسئلة في مواضيع مختلفة بتحصل حوالينا. ممكن أسئلة تبقى احنا فعلا بدأنا نفكر فيها أو احنا واخدين بالنا منها، في أسئلة ممكن لأ. ممكن الأسئلة دي تبقى عبارة عن مشاكل، ممكن تبقى topics general خالص نتكلم فيها. فهي لو مشاكل فاحنا مش أكيد إن احنا هنوصل لحل، أو في الغالب مش هنوصل لحل في المشاكل دي. حتى الأسئلة نفسها احنا مش لازم نجاوب الأسئلة. هي الفكرة كلها إن احنا هنتكلم بس في المشاكل، هنفهم ايه اللي بيحصل. أو مش في المشاكل بس، يعني في الأسئلة عامة هنحاول نفهم شوية أو نرتب الدنيا شوية في الأسئلة دي أو المشاكل دي. فكل واحد مع نفسه هيبدأ الموضوع ممكن يبقى أسهل ليه إن هو يتاكل المشاكل دي في حياته، أو يبص للأسئلة دي عامة. بس فده هيودينا للسؤال التالت. تالت سؤال هو ليه اسم البودكاست Overthink؟ في الأول هو البودكاست البلان اللي انا حاططها دي ان احنا هنتكلم في توبكس او المشاكل اللي بتحصل حوالينا احنا كشباب الفترة دي، او الحاجات اللي بتيجي في دماغنا كشباب الفترة دي. ف يعني الاسم ده جاي من تجربتي الشخصية، اللي هو انا كواحد بفكر كتير، او ممكن اكون بأوفر ثينك،
بس لما بصيت للموضوع بشكل تاني لقيت ان دي في حد ذاتها مشكلة عند معظم الناس. يعني هو معظم الشباب فعلا بتوفر ثينك. ولما دورت فلقيت ان دي فعلا يعني دي فاكت. في جورنال اسمه Innovations in Clinical Neuroscience، فده بيبروف ان 73% من الشباب اللي هم من 25 ل 35 سنة بيعانوا من الأوفر ثينكينج. فأنا مش هقول إن هو ممكن مش فكرة بيعاني، لأن دي مش على طول حاجة وحشة، أو أتليست ده اللي أنا مؤمن بيه يعني. فإحنا هنخليها إن إحنا هنأوفر ثينك بس بطريقة أحسن شوية. بس دي أول حاجة. تاني حاجة دي كانت برضو من أسباب أو من الأفكار اللي جات لي إن أنا أبدأ البودكاست ده، هو إني شفت ديزاين كان جايب كده الصورة اللي هي بتاعت الأوفر ثينكينج دي، اللي هو جايب الفريم بتاع دماغ شخص وجواه زي خيوط كتير قوي كده اللي هي متلخبطة. و بس الزيادة على الديزاين ده إن هو كان جايب إن الخيوط دي بتطلع من دماغ الشخص وبتبدأ تترتب. فهو ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله في البودكاست ده. ان التوبكس هيبقى فيها حاجات كتير، او المشاكل اللي هنتكلم فيها اكيد هيبقى فيها حتت كتير او حاجات كتير مش مفهومة، او ممكن تكون علشان بس الواحد بيبقى جوه المشكلة، فهو مش بيبقى عارف يفكر قوي. فوانس ان الحاجات دي تترتب ممكن الشخص بقى كل واحد مع نفسه هيبدأ يبص للمشكلة بشكل يعني I hope ان هو يبقى احسن شوية، فتساعد بقى كل واحد لوحده ان هو يحل مشكلته. فزي ما قلت في الاول، هو ده مش مكان إن اللي احنا جايين فيه نحل مشاكل او نخلي الدنيا احسن باي شكل من الاشكال لاي حد، او نخلي الدنيا وردي يعني. هو بأكد تاني ان هو ده احنا هنا هنفكر بس مع بعض مش اكتر. بس كده. فاظن احنا خدنا overview كويسة عن البودكاست وايه اللي انتوا ممكن تبقوا مستنيينه. وان شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية.